ندير واحد السلسله خاصه بهذه المشاكل اللي كنعيشوا منها او هذه المزاله بين قوسين اللي كنعيشوا فيها حنا الاخوان. ما حطيتش يعني الكاميرا قدامي باش نصور لكم هذا الفيديو الا ما عندي ما نخسر، ما بقى عندي ما نخسر حتى شي حاجه، ما بقى كيتهم ديال الضجه اللي هو الدعم ديال رئيس الدوله الاول اللي هو الملك كيلا الجليل. كيطبلوا بانه عندنا طبقه فقيره وطبقه متوسطه والطبقه يعني الغنيه. لا، عندنا الطبقه الغنيه الطبقه الكادحه. هادشي اللي ما لاحظوش بزاف الناس، لانه كاين فرق ما بين الدعم الاسري والدعم ديال الاطفال. وهذيك التقريرات اللي كيوصلوا للملكه ماشي هما التقريرات اللي كنعيشوا حنايا كمواطنين. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الاخوان والاخوات، كنتمنى تكونوا في احسن حال. الفيديو الثاني من سلسله اللي من الدعم اليوم غادي نتكلموا على هذاك الدعم اللي غادي تعطى، يعني الدوله غادي تعطي واحد الدعم للمواطن المغربي اللي كيستحق، يعني وكيف ما كنعرفوا واحد 90 او 99.9% يعني من المغاربه راه كيحتاجوا داك الدعم لانه غيضرب على الدعم. قبل ما نبداو في هذه الحلقه الاخوان اللي هي الحلقه الثانيه من السلسله، وما تنساوش بانه غنطرقوا بزاف المواضيع في هذه السلسله بالضبط، لانه كنحتاجوا بزاف القنوات يكونوا بحال ما هكا نهضروا على المعاناه اللي كنعانيوها حنا كمواطن مغربي. وبالنسبه للاخوان راه ما كنتكلم بلسان حتى شي واحد، انا كمواطن مغربي عطاني الله هذه القناه هذه غادي نتكلم، وربما غادي نقص بزاف الناس. وكنشكركم على التفاعل الكبير اللي تفاعلت مع الفيديو الاخر، مع العلم اننا 4 شهور الاخوان ما بقيناش حاطين شي فيديو في هذه القناه هذه. وشكرا لكم بزاف، شكرا لاي واحد بارطاجا دار شي حركه لايك خلى شي تعليق، شكرا ليه. كما قلنا الاخوان الحلقه الثانيه اللي غادي نتكلموا فيها اللي من الدعم اليوم غادي نتكلموا بالضبط على ذاك المؤشر اللي داير حاله في المغاربه، وكلشي كيتسائل علاش المؤشر راني طالع، مع العلم انني عندي تليفون وعندي ابونمون ديال 50 درهم ولا 100 درهم او لا مدخل ويفي، وما عندي لا دار لا حتى شي حاجه، وعندي وليد ولا هذا المؤشر ديالي طالع، ما عندي حتى شي حاجه، ما عندي لا دار لا كونتور ديال الموظف حتى شي حاجه ما عندي سميتي، ولكن المؤشر ديالي طالع. راه شروط اعجازيه الاخوان، راه خاصك تكون في هذه الحاجه هذه باش تستافد مع هذه الحكومه هذه تاخذ 500 درهم اللي ديجا الملك البلاد الله ينصرو اللي كنقولوا ديما. راه لولا الجهود ديال الملك راه هذه الحكومات كاملين اللي مشاو ولا اللي جايين ما غيديروا والو. باش نكونوا واضحين، هذا الدعم هذا راه ديجا خطب به الملك وما خطبش به الحكومه، غتغمض عليه عينها. مع العلم ان الحكومه راه ديجا عطات اقوال وبرامج باقا حتى شي حاجه فيهم ما طبقتها لحد الان الاخوان. راه باقا غير عامين في هذه الحكومه هذه حتى شي حاجه ما طبقتها. الحاجه اللي بغينا نتكلموا عليها ونوصلوا ميساج، ما تنساوش من البارطاج ديالكم الاخوان، نوصلوا الميساج ديالنا للمسؤولين. الله عسى يعطونا هما يعطونا اجوبه علاش المؤشر ديما طالع للانسان، مع العلم انه ما عنده حتى شي حاجه في الملك ديالو. عندك مراتك وعندك وليد المؤشر ديالك طالع. كيف دارت لها الحكومه، كيفاش حسبت لها الله اعلم. كتسكن في مدينه او فيلاج عندك المؤشر طالع، كتسكن في بديه وعندك 30 قطار ولا هذا المؤشر ديالك هابط اوتوماتيك، كتسكن في نواحي ديال كازا الجديده دكالا سطاج المؤشر ديالك طالع. علاش؟ كيفاش حسبت هذه الحكومه الله اعلم. بغينا واحد الحاجه تكونوا تخرجوا لنا بها وتفسروا لنا علاش بالضبط المؤشرات دايرين روينه، مع العلم ان البنادم ما عنده حتى شي حاجه. واش خاص بنادم ما يكونش عنده تليفون ما يكونش عارف الاخبار في السوشيال ميديا؟ مع العلم اننا محتاجين بزاف القنوات كما قلنا في البدايه ديال الفيديو، محتاجين بزاف القنوات يخرجوا يشرحوا لنا بحال هادشي، لانه كنشكروا لاي واحد كيخرج كيطرق في هذه المواضيع الاخوان. والحاجه المهمه اللي بغينا نوصلوا فيها رساله، فهاد الدعم هذا اللي هضرت عليه الحكومه ودارت شي بين شي ودارت بين قوسين، الدعم اللي قال الملك بانه 500 درهم اللي غتبدا من الاول حتى نشوفوا 2029 فين غنوصلوا، اللي هي تقريبا شي 100 دولار اللي هي شي 1000 درهم، ودرتو وسط من شي ودخلتو الدعم ديال الاطفال. كلشي المغاربه كيعرفوا بانه كاينه لاسينيس اللي مشيتي كنخرطتي فيها غتعطيك على كل طفل 300 درهم اللي هما 3 اطفال، ومن بعد 3 اطفال كتعطيك واحد الدعم رمزي اللي هو 36 درهم. انا كمواطن مغربي مشيت لاسينيس عطيت لواحد الفلوس اللي هو انخراط ديال لاسينيس غترد لي واحد التعويضات ديال الاولاد. اليوم الدوله كتعطي لاسينيس واحد المبالغ كبيره والاطفال ديالك ما غاديش تستافد عليهم. اخويا اختي، حنا ما كنبخسوش المهم هاد الاعمال اللي كدير الحكومه ولا اللي كدير الدوله، حنا بغينا نشوف بلادنا هي الاولى لا في افريقيا ولا في العالم كامل. وعلاش لا نكونوا حنا متصدرين، يعني الشعب يكون كيداوى كياكل كيشرب، يعني التطبيب كلشي موجود. انا مع ماشي ضد وما كنبخاش الاعمال ديال الناس، ولكن اللي بغينا تصريحات يكونوا كيفسروا لنا علاش الدعم ديال الاسر تخشوص منه الدعم ديال الاطفال. يعني نتوما غتحيدوا الدعم على البوطه، يعني الماء الضوء الطحين الزيت كلشي غتحيدوا عليه الدعم يزيد يطلع. عطيتو لواحد الدعم المباشر للاسر اللي معوزه، واللي كنعرفوا حنا راه بزاف الناس، يعني راه اكثر من نصف المغرب كله محتاج، ما نكذبوش على نفوسنا. يعني راه اللي كان فيه شويه ديال الضوء من مورا كورونا لا راه تمحن، راه ما عندوش باش ياكل ولا باش يخلص كاع.
راه بلا ما تقول لي هادشي فين كيروح، حنا كنعيشوا في المغرب، الا كنتو كتعيشوا في شي دوله اخرى وحكم علينا هنا الله اعلم. الحاجه اللي بغينا لهاد التصريح ديالها يكون مباشر مع المواطن المغربي، واللي هي علاش الدعم درتوه مع الدعم ديال الاطفال. مع العلم كما قلنا الاخوان راه الدعم ديال الدوله عطاتو لا سينيسيس الناس اللي مختصه في هذه الامر هذا، باش الدعم ديال الاطفال يكون بوحدو والدعم الاسري يكون بوحدو، لانه غيترفع الدعم. هادشي اللي فاهمين. كاين شي حاجه اخرى خرجوا من هذا التصريح بلا ما تقولنا ما غاديش يعني نطحنوا الصندوق هذا ونمحنوا. راه الصندوق مستافدين منه غير البرلمانيه. راه الا كنتو بصح قلبكم على البلاد حيدوا هذاك الخلصات الكبار الضخمه اللي ما عندها حتى شي فائده للبرلماني، حيدوا ديك التعويضات البرلمانيين، حيدوا هذيك السيارات اللي كيتعطاو للبرلمانيين، حيدوا ديك البونات واللي كلشي غادي نطرقوا ليه في هذه القناه الاخوان. حيدوا هذيك الخلصات الكبار اللي ما عرفناهم علاش. برلماني كيخدم 5 سنين وكيبقى شاد في واحد الاجره اللي هي كتساوي تقريبا شي 10 الموظفين في البلاد. راه شو معيب عار باش نكونوا في 2023 مقبلين على 2024 وباقي كنشوفوا بحال هاد النماذج كيشدوا بزاف الفلوس وكيخدموا غير شويه ولا ما كيخدموش. يعني موظف شبح. راه بلا ما نكذبوا على نفوسنا ونقولوا بانه راه البلاد زينه وشتا صباج، البلاد زوينه بالملك ديالها وبشعبها. راه ما محتاجين حتى شي واحد يجي يكذب علينا باش حنا نتيقوا روسنا ولا نكذبوا على روسنا ونديروا كذبه ابريل. لا عليكم خدموا الوطن ديالكم وكانكم راكم في داركم، لانه كتبغوا المصلحه لوليداتكم وديوركم اكثر ما كتبغوها للبلاد ديالنا بلا ما نكذبوا على روسنا. ما نساوش الاخوان بغينا هذا التصريح يكون مباشر للمواطن المغربي. علاش المؤشر ديجا طالع؟ واش كتطلبوا منا نكونوا ما عندنا حتى شي حاجه في الحوايج اللي لبسوها باش هذا المؤشر يجي هابط، باش ناخذوا واحد الدعم اللي هو مستحق اللي يكون للشعب من واحد الوقت. المهم وصلنا ليه، ومالك البلاد راه دايز خدام على بزاف د الحوايج، واي حاجه كتوقع كنلقاو الحكومه كتقول مالك البلاد هو اللي دارها. نتوما كحكومه شنو الدور ديالكم؟ اشنو درتوا لينا؟ حنا عارفين بانه مالك البلاد هو اللي كيهز الهم ديال الشعب المغربي او المواطن المغربي، هو اللي واقف على كل شيء. ولكن نتوما كحكومه شنو الدور ديالكم في ذاك البرلمان؟ واش غير تاكلوا وتشربوا والطوموبيلات والبونات ديال المازوط واليسانس؟ علاش رفعتوا الدعم على هذا الغاز هذا اللي كتقولوا انه كاينين الناس لاباس معلم عندهم فيرمات وعندهم كياخذوا من هذا الشيء؟ معلم اننا عرفنا بان المواطن المغربي راه ما يوصلوش هذاك الدعم كما يجب، لانه هذا المؤشر ما غاديش يخلي الناس اللي كتستحق الدعم تاخذه، وغيخلي بزاف الناس كما وقع في كورونا وكيف ما وقع في الدعم ديال كورونا بزاف الناس عندهم فيديوهات وخادوا هذيك 1000 درهم ولا هذا، والناس اللي كتستحقها ما خادتش. تحياتي لاي مغربي او لا مغربيه خدام في المنصب ديالو وكيدير الخدمه اللي عليه او لا ما يفرق. هنا نكون وصلنا للفيديو. السلام عليكم.